من كل الأطياف تجمع الشباب السوري ليقول كلمة حق، فكانت القنصليتان الفرنسية والبريطانية في اللاذقية مقصدهم للتنديد بالمواقف السلبية العمياء لكلا هذين البلدين تجاه حق المواطنين السوريين العيش بأمان. أبناء سوريا في اللاذقية كما في كل سوريا لم يقبلوا الإرهاب الإعلامي المضلل والمنظم الذي يمارس على بلادهم، التي تبذل كل غال في سبيل القضاء على المجموعات الإجرامية التي أرادت أن تحفر صورا وذكريات مؤلمة على الجدار السوري. الهتافات الصادقة الصادرة من القلب واللافتات المعبرة هي كانت الوسيلة التي أراد أبناء اللاذقية من خلالها التأكيد على ثقتهم بوطنهم وبقائد الوطن.